بعض المعلومات السريعه عن الحمله اللي احنا بنتكلم عنها اليوم. يوم السبت 24/3/2012 الدكتور عمرو خالد وقع بروتوكول للتعاون بين وزاره التربيه والتعليم وصندوق مكافحه الادمان والتعاطي والمجلس القومي للشباب ومؤسسه صناع الحياه مصر بهدف اطلاق حمله اوعى تضيع حلمك. الهدف منها التوعيه ضد اخطار المخدرات. الحمله بتستهدف الشباب بشكل عام وطلاب المدارس والجامعات بشكل خاص. الحملة هو الانتقال من التوعية الكلامية لخطوة جديدة هي إنشاء فرق دائمة مقيمة في المدارس والجامعات 2000 مدرسة و25 جامعة تكون النواة لتوعية الأطفال. الهدف الأكبر من الحملة عمل مشروع يستمر لسنوات من خلال شباب صناع الحياة والمدربين بالفعل لتدريب غيرهم. الحملة أيضا تستهدف تدريب أخصائيين اجتماعيين في المدارس ويقوموا بدور فعال مع هذه الفرق لاستمرار عملية التوعية. أنا جوزي في الشغل وقاعدة لوحدي، ممكن تيجي؟ أيوة يا شيخ، معلش هتصل بيك وقت تاني. أنا مع بعض. أيوة يا حاج. أيوة يا ابني. أيوة قلت لي أنزل فين بقى لحد مصر عشان أدمر المخدرات؟ يا ابني مخدرات، انزل أي حتة بس واسأل. طب أنا جاي، كنت أموري بحاجة تاني؟ أيوة يا ابني، يا ريت الفايدة ما تبقاش سبايسي وما تنساش الكول سلو. مصر 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 مصر. مخدرات. قال لك فين؟ قالوا لي في مصر. انت هتدخل يمين بعد كده تكسر شمال، بعد تالت حرم اسأل على المعلم برع الشاذ. ثانك يو. العفو يا دوري. مين فيكم المعلم برع الشاذ؟ تقصد المعلم برع الشاذ؟ وات ايفر يعني. في حد في عزبة وحشيش كلها ما يعرفش المعلم برع الشاذ؟ هو فين؟ المعلم الكبير اهو. عمري الو. عامل ايه يا حبيبي؟ عامل حواجبي. ايه ده؟ يعني ايه؟ لا دي حاجه لسه متعلمها من مصر. مصر؟ هو انت بتعمل ايه في مصر؟ مهمه هناك كده. مهمة ايه بقى؟ بزعق تجار المخدرات. ايه ده؟ طب ربنا معاك يا حبيبي. سلام. سلام. عارفين الواد اللي اسمه سوبر بتنجان ده؟ انا لو شفته اعور ماليش دعوه. ثانيه واحده. الو يا حبيبي. يا حبيبتي. معلش يا حبيبي نسيت اقول لك، ماما بتسالك انت جبت الستاير ولا لسه؟ هي امك دي مش هتفكها مني بقى. ايه القرف ده؟ الله. سلام. انا جيت. عايزك تحور كده. نعم. مالك يا اسطى غيرت بعد المكالمه كده؟ حصل حاجه؟ حمادي عفاني. مين؟ حمادي. حمادك؟ يا جدعان يلا حمادك يا عم. حمادك ايه يابا؟ لا لا
ثانية واحدة ثانية واحدة. هو ايه اللي انت بصيت على وشي ده؟ هيروين. ايه؟ يعني انا كده بقيت مدمن؟ الحمد لله انا لسه حلو، انا لسه حلو. بص على الصورة. في الافلام حاجة وهنا حاجة. في الافلام حاجات هنا كده عشان تعرف تطير وتتشعلق. انا زعلان منكم. ليه بس؟ يعني ايه الموسيقى بتاعتك تنزل والموسيقى بتاعتي ما تنزلش؟ ايه التهويل ده؟ تهويل ايه؟ مش تصدق معايا؟ مفيش حاجة اسمها كده. وبعدين ما تقلقش، المرة الجاية خليهم يشغلوا لك موسيقى واثنين وثلاثة. ايه ده؟ مالك يا صاحبي؟ مالك؟ معاك 20 بلبل. مين؟ معاك فلوس؟ لا انا معايا الفيزا. في مكنه هنا؟ عامل ايه يا صاحبي؟ عامل ايه يا صاحبي؟ ايه ده؟ انت سبت قناتك فرعين امتى؟ يا عم انت ايه اللي حصل لك؟ انت ما كنتش كده. انت ايه اللي حصل لك؟ يا عمونا فكك من كلام الافلام ده. اديني فلوس. فلوس؟ الحاج كمان بيسلم عليك الصوبه. ابويا هو مش مات؟ لا ده بيسلم عليك وباعت لك الريموت ده وبيقول لك ايه بيقول له ايه؟ ايوه افتكر اهو. ايوه بيقول لك اعمل الصح. مش فاهم يعني اعمل ايه؟ ما تسيبنيش ما تسيبنيش يا سبايدر. لو فكرنا في صناعة الحياة نعمل حملة ضد المخدرات نكلم فيها طلاب المدارس والجامعات. كنا عايزين نكلمهم بلغتهم عشان يفهمونا ويصدقونا. جبنا لهم ناس ناجحين وبيحبوهم عشان يكلمونا. في ناس كتير بتحبك نفسهم يشوفوك ناجح ومبسوط. هم دول اهل واصحاب. المخدرات ملهاش صح. احنا عارفين انكم ما بتشربوش. احنا عارفين انكم ما بتشربوش، لكن كمان عايزينكم ما تجربوش. اختار الصاحب اللي بجد. اختار الصاحب اللي بجد. اختار الصاحب اللي بجد. اختاروا الصاحب اللي بجد. مش حضرتك مخرج السكتش ده؟ تقريبا. عندي سؤال رفيع. هو حضرتكم ليه سميتوه مجمك؟ يمكن عشان هي دي الوسيلة الوحيدة اللي بيها سوبر مان حمى نفسه من المخدرات. ممكن. ممكن سؤال تاني؟ اتفضل. ايه هي الزتونة بتاعت السكتش؟ الفحوى يعني الفحوى. يمكن كل واحد جوانا في سوبر مان والمخدرات هي اللي بتقتله. ممكن. تمام. خلاص كده؟